هو انا ازاي معرفتش الفكرة دي من زمان يا جماعة؟ عايزة اقول لكم بقى، ضربت الدوم في شفشق الخلاط ووفرت فلوس كتير جدا جدا. انا كنت مضيعة فلوسي عليه وبروح اجيبه غالي جدا من السوبر ماركت، ومعرفش ان هو بيتعمل بالطريقة دي. لا وايه، طلع احلى كمان من اللي بشتريه من بره بكتير. يلا بقى كده نسمي الله وقولوا لي بقى، الدوم انتوا بتسموه ايه في بلدكم؟ هنحضر بقى الدوم بتاعنا الكمية اللي احنا عايزينها، 4 5 6 10 زي ما انت عايزة. هنجيب منديل وهنبله بمية كده، وهنمسحه مسحة كويسة لأنه طبعا هو بيبقى متعرض للتراب. وبعد كده ننشفه تاني بمنديل، وهنبشره بالمبشرة بالشكل ده كده. بس خلي بالك علشان ايدك ما تتعورش. بيكون ده شكله فيه بذرة من جوه كده، واحنا بنشيل اللحم اللي هو حوالين البذرة من بره. بيكون فيه منه مجروش او متقطع عند العطار، بس انا بحب ان انا اجيبه واقطعه او ابشره كده يعني قدام عينيا، لان بحس ان هو فريش، ريحته قوية كده. زي مثلا ايه، زي الجنزبيل الفريش والجنزبيل الناشف. شفتوا الفريش بتبقى ريحته قوية ازاي وطعمه حلو؟ نفس الحكاية كده في الدوم. انا بشرته واخدت البشر من بره، وبيتفضل بذره من جوه كده. يعني سواء هنبشرها او نقطعها بالسكينه، هي برضو بالسكينه بتتقطع معاكي سهل. هو بتحسي ان هو طري شويه، فبالتالي بتبقى الطعم والنكهه فيه اقوى. يعني ريحته وطعمه اقوى من اللي بيجي من عند العطار بكتير. فانت عايزه تعملي زي ما انا عملت، حتى لو الموضوع متعب بس النتيجه بتاعته بتكون احلى. بصوا شكله عامل ازاي، وبصوا بقى اللي جاي من عند العطار شكله عامل ازاي. تحسوا ان هو بهتان كده وما فيهوش ريحه. ده لونه غامق كده، وتحسوا ان هو طازه وريحته قويه جدا جدا. هروح بقى اكمل كل الكميه اللي معايا، وبعد كده نكمل. وسواء انت بقى هتعمليه في البيت او هتشتريه من عند العطار، تعالي اقولك على الطريقه اللي هتعملي بيها احلى عصير دوم. بجد هيعجبك جدا جدا جدا. في حله عندنا على النار هنزل بنص كيلو من السكر، وهسيبه لحد ما يكرمل والجناب تبتدي تسيح كده. هبتدي اقلبه بس من ناحيه بره لجوه، تمام، علشان ما يخرصش مني. لحد ما ياخد اللون اللي هو العسل الفاتح خالص، هنزل بالدوم بتاعي، نص كيلو من الدوم. وبعد كده هنزل بالمية بتاعتي بقى. المية هنحط 1.5 لتر من المية، او اللي يغطي، يعني بحط 3 اضعاف الدوم مية. بغطي الدوم بتاعي واسيبه يغلي حوالي ربع ساعة، وبعد ربع ساعة بطفي البوتاجاز واسيبه حوالي 3 ساعات يبرد ويبقى منقوح كده. وبعد ما يتنقع ويهدى خالص، بناخده بقى نضربه في شفشق الخلاط. كده عندي الدوم بتاعي خلاص اهو، جاهز على اني اضربه في الخلاط على طول. بناخد شوية بشوية بس ما نملاش الشفشق قوي، ونضربه كويس في الخلاط. وبعد كده بقى بنحضر طبق او بولة كبيرة، وبنصفيه في مصفى تكون ضيقة جدا جدا جدا، او لو عندنا شاشة علشان بيبقى فيه حاجات ناعمة. وبيكون ده شكله. هرجعه في الحلة تاني علشان انا عايزة اعمله المركز اللي انا بجيبه من السوبر ماركت، وبدفع فيه فلوس قد كده. انا ضفت عليه 3 كوبايات كبار من السكر، او كيلو الا ربع من السكر، وسبته بقى يغلي على النار كده عالية الاول. هيظهر عندي ريم، هشيله بالراحة خالص لحد ما العصير بتاعي يبقى رايق زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ههدي عليه النار واسيبه براحته لحد ما الاقيه تقل، يبقى عامل زي السيرب، السيرب الخفيف، تمام. هطفي عليه البوتاجاز، وهكون عندي الازايز بتاعت الازاز معقمها كويس جدا جدا، واحنا شرحنا قبل كده بنعقم الازايز ازاي. وهنعبيه وهو سخن في الازازه. طبعا كل حاجه احنا معقمينها، وبنقوم جايين قافلينه كده كويس. وده هتحطيه على الرخامه عندك، مش لازم تلاجة خالص. بناخد منه شويه صغيرين كده، وبنزود الكميه. عايزه اقول لكم شويه اللي انا حطيتهم قدامكم دول، يعني دول طلعوا كتير كمان على الكوبايه. يعني بصوا لقيته مسكر وتقيل، فانا زودته ميه تاني بعد ما قفلت الكاميرا، تمام. فيعني عايزه اقول لكم ان ده مركز. يعني الكميه الازازتين اللي انتوا شايفينهم دول هيقعدوا عندنا فتره طويله جدا، هيكفوني طول شهر رمضان. تقدري تعمليه باللبن، يعني تضيفي عليه لبن بيبقى طعمه تحفه. تقدري تشربيه ساده. عايزه اقول لكم عصير الدوم مفيد جدا جدا جدا. بجد جربوا الطريقه دي، هتوفروا فلوس كتير، وهتشربوا احلى واطعم عصير دوم.